السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. كي دايرين مع رمضان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غنديروا كذلك فطور صحي 100%. ان شاء الله اليوم غندير طورطيات صحيين اللي غندخلهم الفران، وغندير كذلك بيتزا صحيه بدون دقيق. نخليكم معايا وغادي تشوفوا ان شاء الله كلشي في الفيديو. هنا البنات خديت شويه زيت البلديه، درتها في المقيله وضفت عليهم، وضفت هنايا الفلفله والبصله اللي هشيتهم في الهشوار، ودرت الملحه خليتهم تنزلوا شويه، وانا نضيف عليهم واحد الخيزويه. الحشوه اختياريه، كديروا اللي بغيتو، غير هنا انا درت مع شاركت معكم داكشي درت فيها. وعندي هنا واحد الكميه ديال الكفته لا باس بها، وغندير العطريه فيها، غندير فيها الحار، البزار، سكينجبير، خرقوم، والزعتر ضروري انا كنديرو في الحشوات تيجي بنين فيها. وكنقلبوا هادشي مزيان تيتشحر هاد الكفته حتى هي مع هاد الخضيره هادي. وكنضيفوا زيتون مقطع، وكنبقاو نحركوا هادشي حتى يتشحر هادشي مزيان. وغندوز لهاد الخليط اللي غنديروه مع الطورطيه. خلاص الحشوه راه درتها تتبرد. هنا عندي 4 ديال البيضات، غنضيف لهم 3 ديال الفرماجات سواء درتو المثلث ولا كيري، كاس ديال الحليب، واحد الياغورت طبيعي. غندير 2 ان شاء الله باش تجي خاطره وزوينه وبنينه. كنت غندير بيرلي ما لقيتوش وانا نعوضو بهذا، درت مليحه ودرت البزار والزعتر. الزعتر انا اللي ما كيفرقنيش في الحشوات ديالي، ما عرفتش انا تيعجبني. وغنخلطو هادشي مزيان، وغندير واحد المعلقه صغيره ديال دقيق القمح الكامل، غير معلقه صغيره، وغنخلطو هادشي مزيان. عندي هاد الليمون هذا غندهن ليهم الزبده الحيوانيه، ما يعني حنايا اللي كنبغيو نقصو ضروري نخدمو الزبده الحيوانيه ولا زيت العود. وغنلبس ليهم هكا دقيق ديال القمح الكامل غير شويه هكا باش ما يسقوش لينا هذوك الطورطيات ديالنا، ولا ديروا السميده اللي عندكم. هنايا غنديروا الحشوه في هاد الليمون، نقدهم هكا مزيان. ومن بعد غادي ندير فوق منهم هذاك الخليط اللي خلطنا، اللي فيه البيض والحليب والفرماج ودانون. تجي بنينه يا البنات، وراكم شفتوا يعني صحيه. وندخلوها الفران ان شاء الله. هادو واخا تاكلوا منهم اللي بغيتوا، لانهم فيهم غير الخضره وكلشي صحي، تاكلوا حتى تشبعوا ما كاينش مشكل. يعني ديك الخليط اللي درت جاني فيهم هما هادوك. وندخلوهم الفران ان شاء الله على 180 درجه، ونخليهم من الفوق ومن تحت. هنا في نفس المقله غندوز باش نبقى الحشوه ديال البيتزا اللي غندير. هنا عندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج، غنقليهم هكا بشويه المليحه والبزار حتى ياخذوا لنا هاد اللون هذا. وغنحيدوها وغنديروا شويه زويته بلديه كذلك في نفس المقله باش يبقى داكشي مبين. وعندي الفلفله والبصله، الا عندكم فلفله الوان ما احسن تيجي منظر زوين، عندنا غير الخضره. ونقليو هادشي مزيان مزيان. وهنا هذه هي لاباط اللي غادي نديرو لهاد البيتزا، هي البطاطا. عندي واحد 3 د البطاطات غنحكوهم هكا في الحكاكه الغليظه. هاد الكميه اللي عطيتكم ديال البطاطا تعطيني 2 بيتزات ان شاء الله. الا بغيتي ديري غير وحده ديري وحده ونص ولا. وغنضيف لهم 4 ديال البيضات باش غنجمعوها مليحه، وشويه د البزار، ونخلطوا هادشي مزيان. وصافي هنا عندي 2 مقلات اللي غادي ندير فيهم في خطره واحده، درت فيهم الزبده الحيوانيه، وغادي نضيف في كل وحده الكميه ديال البطاطا. هذه هي لاباط ديال البيتزا.
هنايا كذلك غنديرها في المقيله الاخرى باش هكا نسربي راسي ما نبقاش معطله. اللي عنده مقيله وحده راه كيقضي بوحدها، انا عندي جوج صافي غنسربي باش هكا دغيا يوجد الفطور ديالي ان شاء الله. وكنقادوها مزيان هكا لا فورم ديالها. هنايا قلبتها من بعد ما طابت من التحت قلبتها، وغادي نديرو لاصوص طوماط اللي كلكم كتعرفوها طبيعيه، يعني ديروا غير طوماط الحك، حكوها وشويه الثومه وشويه ديال البزار، المهم العطريه كامله، خليوها تتنشف وانتم ستفوا بها وتندهنوها هكا فوق البطاطا لاباط، يعني بحال شكل لاباط ديال البيتزا كتجي بنينه. وديك البصيله وديك الفلفله اللي شحرنا، حتى حنا راه غناكلوا البيتزا ماشي غير نتوما، راه حتى حنا غناكلوا البيتزا اللي هي صحيه ومشبعه وبنينه الحمد لله. المهم غير خصنا نعرفوا كيفاش نطيبوا كيفاش ناكلوا، كلشي كاين الحمد لله. هنا درت هذاك الدجاج اللي سوطيت حتى هويا، ما حدايا كطيب من التحت وانتم كتقادوها من الفوق هكايا وناقصين عليها البوطه. ودرنا هنا الفرماج موتزاريلا، انا موتزاريلا اللي كنستعمل اللي هو مزيان احسن من الفرماج الاحمر. انا الفرماج الاحمر ما عرفتش مناش ندير، هذا خير من هذا. المهم كنعرفوه بالله حليب وهذا، وشويه الزعتر من الفوق صافي. ونسدو عليها ونخليوها طيب. وانتم كما تشوفوا طابت جات يا سلام شهوه منها بنينه وتتجي بواحد لوغ واعر، يعني الحمد لله يا ربي على هاد النعمه. هانتوما كما تشوفوا صافي. حنايا وجدات درت جوج بيتزات، هنا دوك الطورطيات وجدوا تيجيو بنان وصحيين. وانا الحريره ديجا شاركتها معكم حتى هي دورتها غير بالخضره. هنا بيتزا اخرى وانا ناخذ انا غير تميره وحده وكاس ديال الماء، ونشرب ديك الحريره ديالي. وناخذ هكايا البيتزا ناخذ واحد النص منها، وهذوك الخضيرات حتى هما ناخذ منهم جوجات هكاك وصافي. هانتوما كما تشوفوا يعني تعويض جميل جدا باش ما تقولوش راه حنا ما ناكلوش، ناكلو ونشبعوا الحمد لله ونكسبوا صحتنا ونقصوا الشحمه وحنا بخير الحمد لله يا ربي. وشي هاد الروتين هذا وليت دايره حتى مع مالين الدار لو تا هما تيقول لك صافي حتى حنا غنطيحوا الشحمه معاك. هنا اول حاجه كنبدا بها هي كنفرق الصيام ديالي بواحد التميره وكاس ديال الماء، وكنمشي كنصلي وكنجي كناخذ الحريره ولا الصوبه ولا اللي كاين، المهم الحريره ولا الصوبه. ومن بعد كناخذ واحد الكويزداتين السوس مع هادو كما تشوفوا هاد الطورطيات هادو. وهنا هاد البيتزا كذلك شي حاجه زوينه وواعره. حتى حنايا ناكلو البيتزا، يا لالا يا سيدي، بيتزا صحيه ولذيذه وبنينه تتجي فنه والحمد لله والشكر لله. وهنا البنات هذا السحور، هذا النهار اش قالت لي ناخذ السحور، ما كل مره راه ما كناخذش نكتفي غير بالوجبه الاولى اللي هي الفطور. هنا عندي واحد ستيك ديال صدر ديال بيبي مع شويه الخيار وشويه المطيشه وبيرلي، وصافي خديته غير بالفرشيطه وكليت بيرلي ديالي. هذا ما كان، والى اللقاء الى فيديو قادم.